انا عاوزك تتخيل معايا مره واحده تلاقي نفسك في مكان غريب قدام واحد من الحكام وبيعرفك ان انت فقدت حياتك وعشان كده هينقلك لعالم مختلف عن اللي انت كنت عايش فيه مليان بالسحر والوحوش الاسطوريه ومش مطلوب منك اي حاجه وليك حريه الاختيار تعمل اللي انت عاوزه. تخيلت؟ طب يلا بينا نبدا في سرد الحكايه. ده هو ريو، عيل غلبان وعلى باب الله مات في واحده من الحوادث، ونتيجه لكده بيكون موجود في المكان الغريب ده وفي شخص بيظهر قدامه وبيعرفوا ان ديت ما بتكونش النهايه وانه هينتقل لعالم تاني، والعالم ده البشر عندهم القدره ان هم يستعملوا فيه القدرات السحريه، لكن طبعا مش كلهم 20% منهم بس وهو واحد منهم. وبالنسبه ليه القدره السحريه اللي هو يقدر ان هو يستعملها هي سحر المياه. وريو بقى بيقول له طالما كده يا معلم فانا حابب ان انا اعيش حياه هاديه بعيد عن اي حد، وبالفعل طلبه بيتنفذ وبنشوف ان هو بينتقل للعالم الاخر. ولما بقى بيخرج وبيبدا بقى انه يستكشف المكان بيعرف ان بيته بيكون موجود في الغابه ومنعزل عن اي حد، وكمان حواليه حاجز بيحميه من الوحوش اللي هي ممكن انها تهجم عليه، وكمان بيلاقي كتب في البيت بيتعرف على انواع الوحوش والنباتات اللي موجوده في العالم. ولما بقى بيستكشف البيت اكتر واكتر بيعرف انه بيكون موجود فيه مخزن للاكل، والاكل اللي موجود فيه مش هيكفيه لاكتر من شهرين. وبعد كده بقى بيخرج وبيبدا بقى انه يتدرب على استعمال السحر وكده، وبعد شويه تدريب زي الفل بيقدر انه يحول المايه اللي بيعملها لجليد وبيشكلها على شكل عدسه عشان يقدر انه يولع النار اللي هو بيكون عاوزها. وبكده يا معلم بيقدر انه ياخد الشاور المتين بميه سخنه، ومن هنا بقى بيجيله فكره جامده بفتقه وازاي ان هو يقدر يخيل الميه السخنه زي ما هو بيحولها لتلج. المهم في تاني يوم بنشوف ان ريو بيبدا بقى انه يتدرب على التعويذ الهجوميه عشان لازم يبدا بقى انه يستكشف الغابه، وبيتضح ان هو بيكون على الله ولسه بدري عشان يقدر انه يخرج في الغابه براحته. والمره دي بيقرر بقى انه يتدرب على سحر الجليد، وبيمر عليه يوم والتاني وهو عمال يتدرب، واخيرا بيقدر انه يكون الجليد بكل سهوله. ومن هنا بيتخذ القرار وبيقرر بقى انه يخرج للغابه ويبدا بقى انه يستكشفها، وكمان بيعمل لنفسه رمح يحمي بيه نفسه. ولما بقى بيدخل بيبدا بقى انه يستكشف النباتات اللي ممكن ان هو يستفاد منها، لكن مره واحده بيحس ان في حاجه غريبه حواليه. وهنا بقى بتكون المفاجاه لان اللي بيظهر قدامه ده بيكون عباره عن خنزير بري، ومره واحده بيندفع في اتجاهه بكل سرعته. وصاحبنا بقى بيكون واقف ومتسمر في مكانه ومش عارف يعمل ايه بالظبط، لكن اخيرا بيقدر انه يتفادى الهجوم ده على اخر لحظه. ولما بقى بيقرر انه يهجم عليه مره ثانيه، صاحبنا بقى بيقرر انه يستعمل سحر الجليد وحرفيا بيخربقه وبيخلص عليه. ولما بقى بيرجع للبيت بياخد بس بقى في كتاب الوحوش وبيعرف بقى ان الخنزير البري ده بيكون اضعف واحد ما بينهم، واخطر واحد فيهم هو بيكون التنين اللي عنده القدره ان هو يدمر مدن بالكامل. بس ما علينا، في تاني يوم بقى بنشوف ان ريو بيخلع بقى هدومه وبيعمل فيها طرزان وبيبدا بقى انه يخش الغابه من جديد، لكن المره دي بيتفاجئ بهجوم مباغت عليه، والمره دي بقى بتكون من نسر عملاق وشكله كده مش ناوي على خير، وبيبدا بقى انه يهجم عليه باستمرار. وصاحبنا بيكون عنده القدره ان هو يتصدى الهجمات بتاعته بالسحر الجليد، وبيعرف بقى ان النسر ده مش هيسيبه في حاله، عشان كده بيقرر بقى هو كمان يهجم عليه، لكن النسر ده مش سهل وبيقدر انه يتفادى الهجمات بتاعته، وبيقرر كمان انه يهجم عليه مباشره. لكن مجرد ما بيقرب من ريو بنشوف ان هو بيقدر يحمي نفسه بجدار جليدي، وبسبب بقى كده بيقدر ان هو يلحسه التراب. ولما بقى بيقرب منه بيكون مفكر انه بكده قدر ان هو يخلص عليه، لكن النسر ده بيفوق من جديد وبيقدر ان هو يبعد عنه فورا، وبيتضح ان ريو بيكون قدر ان هو يدمر له واحده من عيونه، وعشان كده بنشوف النسر ده بيقرر انه يخلع من المكان. وبعد الموقف ده ريو بيبدا بقى انه يتمشى في الغابه على امل ان هو يقدر يرجع للبيت بتاعه، لان هو بيكون تاه بسبب هجوم النسر عليه. وبيتنيه ماشي في الغابه لغايه ما بيوصل لمكان غريب وبيكون مندهش من اللي هو بيكون شايفه، لان اللي واقف قدامه ده بيكون عباره عن فارس وحصان بتاعه، والاتنين دول من غور روس. وبتمر عليه الايام وبنعرف بقى ان هو كل يوم بيجي عند البحيره ديت عشان يتدرب مع الفارس الغريب، وكانه موجود هنا عشان الفارس ده يدربه بس مش اكتر. وفي اخر يوم بيقرر بقى ان هو يعلمه ازاي يقدر ان هو يستعمل السحر بتاعه الجليد عشان يقدر ان هو يصنع سيف، ومش كده وبس لا بيديله اداه سحريه، وبيقرر بقى ان هو يسيبه وبيمشي. وبتمر عليه الايام وبنشوف ان ريو بيكون عمال بقى يتدرب في الغابه على استعمال سحر المياه، وبقى مستواه في حته تانيه خالص وقادر انه يهزم الوحوش بكل سهوله. واثناء ما بقى بيتمشى في الغابه مره واحده بقى بيتفاجئ بنسر عملاق اسود بيظهر قدامه، وفورا بيقدر ان هو يتعرف عليه. ايوه هو ده نفس النسر الابيض اللي بيكون دمر له عينه قبل كده. وبدون اي مقدمات النسر ده بيبدا بقى انه يهجم على صاحبنا بكل غباء، وبالعافيه بنشوف ان ريو بيكون قادر انه يتصدى الهجمات بتاعته بسحر الجليد، لحد ما مره واحده النسر ده بيستعمل سحر البرق وبيقدر ان هو يدمر الرمح اللي معاه. والنسر بقى بيكون مفكر انه بكده اصبح انه من غير اي سلاح، وعشان كده بيقرر بقى انه ينقض عليه. بس على مين؟ ريو بقى واحد من المعلمين، بيقرر بقى انه يستعمل السيف اللي هو بيكون خده من الفارس، وبيقدر ان هو يتصدى لهجماته. ومش كده وبس، لما النسر ده بيقرر بقى انه يهجم عليه بشكل مباشر بيقدر انه يستغل الفرصه ديت لصالحه، وبيرشق السيف ده في صدره، وبكده يكون قدر ان هو يخلص عليه. وبعد كده بقى بيقرب منه وبيقرر بقى انه ياخد السيف بتاعه، وريو بقى بيكون ممتن ليه لان هو بيكون ساهم في تطور مهاراته. المهم بعد كده بيقرر بقى انه يسيبه ويمشي، وبيكون بقى مروح لبيته، لكن اللي بيشوفه حرفيا بيصدمه، لان في واحد
من التنين بينزل قدامه وبيحس ان ديت خلاص بتكون نهايته، لكن الصدمه ان التنين ده بيقدر ان هو يتواصل معاه بمهاره التخاطر، وبيبدا بقى انه يساله لو هو بيكون شاف نسر متطور. وريو بقى بيقول له بص كده يا معلم، لو ده واحد من اتباعك فحب ان انا اعتذر لك لان انا للاسف خلصت عليه. لكن التنين بيقول له ولا يهمك يا معلم، انا كنت جاي هنا اصلا عشان اخلص عليه، واضح كده ان انت جامد بوفتي قلق. ومره واحده بقى بياخد باله من السيف الاسطوري اللي بيكون معاه، لان السيف ده بيكون خاص بملك الجنيات، وبيقول له معنى ان هو بيكون اتنازل لك عنه فانت عملت حاجه عظيمه جدا. المهم ريو بقى بيقرر ان هو يستغل الفرصه ديت، وبيبدا بقى انه يساله شويه اسئله عن العالم اللي هم بيكونوا متواجدين فيه، وبيتنيهم بقى يرغوا مع بعض لحد نهايه اليوم. والتنين ده بقى بيقرر بقى انه يودعه لان هو بيكون اتاخر. وبالمناسبه التنين ده بيكون اسمه ليو، لكن قبل ما بيودعوا بيعرفوا ان هم اكيد هيتقابلوا تاني في يوم من الايام. وبعد كده بنسيبنا بقى واتنين بين المشهد للشخص اللي بيكون نقل ريو للعالم ده، وبنعرف بقى ان ريو بيكون عنده مهاره استثنائيه وهي الشباب المطلق. دي بقى بتكون حاجه غريبه جدا لانها ما حصلتش قبل كده، ومن الواضح كده يا معلم ان ريو ده هيبقى وراه شويه اسرار زي الفل. المهم بقى يا عم الناس، ريو بقى بيوصل عند الشاطئ في تاني يوم، وهناك بيلاقي سفينه متدغدغه كل العيال كانوا ميتين، لكن مره واحده بقى بيسمع صوت واحد لسه على قيد الحياه. وبعد لحظات الجدع ده بيبدا بقى ان هو فتح عينيه وبيلاقي نفسه ان هو بيكون متواجد في مكان غريب، وما كانش مصدق نفسه ان هو بيكون نجم من المصيبه اللي هو بيكون واقع فيها، وعشان كده بيبدا بقى فورا ان هو يستكشف المكان. ومره واحده بقى بيلاقي ان ريو بينادي عليه وبيقول له الحمد لله على سلامتك يا بطل. وهو اول ما بيشوفه بيحس ان هو بيكون موكلي لسه طالع من الادغال، ولسه هيبدا بقى انه يساله وانت ما عندكش هدوم ولا ايه الكلام، لكن بيحس ان هو يبقى واقع لو ساله السؤال ده لان هو اصلا لسه مدين ليه بحياته. والاثنين دول بيبداوا بقى ان هم يتعرفوا على بعض، والمحارب ده صديقي بيكون اسمه ابل. وبعد كده بيقرر بقى ان هم يدخلوا ياكلوا وبيروقوا على الكلام. وريو هنا بقى بيبدا ان هو يتكلم معاه وبيعتذر له ان هو ما قدرش ينقذ اي حد من على السفينه غيره، لان هم اصلا كانوا ميتين اول ما وصل هناك. لكن ابل بيبدا بقى انه يشكره ان هو فعلا بيكون انقذ حياته، وبيبدا بقى يساله لو كان في حد غيره عايش في المكان ده. وريو بقى بيرد عليه وبيعرفه ان هو بيكون عايش في المكان ده لوحده، وهو بقى اللي بيصطاد الحيوانات وبيعمل كل حاجه لنفسه تقريبا. وده غير ان هو بيكون ساحر عنده القدره ان هو يستعمل سحر المياه. وابل بقى بيعرف ان هو بيكون محظوظ لان نص الناس بس هم اللي عندهم الموهبه ديت. وريو بقى بيكون مستغرب بيقول ازاي الجدع اللي جابني هنا للعالم ده قال لي 20% بس من الناس اللي موجودين هنا هم اللي عندهم القدرات دي، ايه الكلام دي ولي. وبعد شويه بنشوف ان ابل بقى بيطلب منه انه بيكون عايز يروح للمكان اللي فيه السفينه اللي متدغدغه، وبالفعل بعد شويه بيتوجهوا للمكان. واثناء ما بيكونوا ماشيين في الغابه بنشوف ان ابل بقى بيطلب من ريو ان هو يمشي وراه عشان يحميه، ودي اقل حاجه ممكن هو يقدمها له. ولما بقى بيوصلوا هناك بيلاقي ان جثث الناس اللي كانوا موجودين هناك بيكونوا اختفوا، وبيعرفوا بقى في الغالب ان الجثث ديت يا اما بتكون جرفتها البحر او ممكن الوحوش تكون اتغذت عليها. وده بقى سبب اضافي بيخلي ابل ان هو بيكون ممتن لريو جدا ان هو بيكون انقذ حياته. وبعد ما بيخلص تدوير في السفينه ما بيلاقيش اللي هو كان جاي هنا علشانه. وهنا بقى ريو بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيساله هو انت ناوي تعمل ايه الفتره الجايه. وريو بقى بيقول له بكل بساطه اول حاجه لازم انا اعملها ان انا ارجع لاصدقائي اللي لسه موجودين في مدينه لونا، لكن المشكله في الغالب ان دلوقتي بعيد عنها جدا بسبب اللي بيكون حصل معايا. وريو بقى بيقول له مظبوط، لانك عشان توصل المدينه ديت لازم تقطع رحله طويله جدا في اتجاه الشمال. وابل بقى بيقول له ان انت فعلا عندك حق، ومره واحده بيفاجئه بطلب غريب انه يجي معاه في الرحله ديت عشان يرشده في الطريق. وريو بقى بيكون محترم ما بيكونش عارف يعمل ايه، لكن بيكون متاكد ان ديت فرصه وما ينفعش ان هو يضيعها، وعشان كده بيقرر بقى ان هو يروح معاه. وفي نهايه اليوم بنشوف ان ريو بيقرر بقى انه يدخل الغابه عشان يروح يودع صديق ليه، واكيد انتوا عرفتوه، ايوه صديقي هو بيكون ملك الجنيات اللي بيتدرب معاه تقريبا كل يوم. واول حاجه بقى بيعملها اول ما بيوصل ان هو بيشكره على كل حاجه بيكون علمها له طول الفتره اللي فاتت، وبيعرف ان هو بيكون اتخذ القرار ان هو يروح رحله طويله حبتين، واكيد ممكن ان هو يغيب عنه فتره طويله، وعشان كده المره دي بيقرر بقى ان هو يتقاتل معاه بكل قوته. ومجرد ما بتبدا المعركه الطرفين بيبداوا بقى ان هم يهجموا على بعض بكل غباء، لكن النتيجه واحده كالمعتاد، ملك الجنيات بيقدر ان هو ينتصر عليه، وبعد كده بيقرر ان هو يسيبه وبيمشي. لكن مره واحده بيقف وبيقرر بقى ان هو يديله هديه الوداع عباره عن رداء مناسب ليه. وفي تاني يوم بنشوف ان اصدقائنا بقى بيبداوا ان هم يحضروا نفسهم عشان هيبداوا رحلتهم في اتجاه مدينه ليون. ولما بقى بيدخلوا الغابه اول حاجه بقى بيقابلوها هو عباره عن خنزير بري، وقابل بقى كالعاده بيعمل بقى فيها البطل مغار، وبيقدر بقى انه يهزمه بضربه واحده وحرفيا بيخربقه. وريو بقى بيكون مندهش من اللي هو شايفه، وبيعرف بقى ان ابل بيكون عنده القدره ان هو يستعمل سحر الرياح. وبعد كده بقى بيكملوا بطريقهم في الغابه لحد ما بيوصلوا لعند شويه سحالي، وقابل بقى بيقرر ان هو ياخد ريو ويبعد عن المكان ده عشان مقاتل الوحوش ديت هتكون صعبه حبتين. وبالفعل بيبداوا ان هم يكملوا طريقهم، ولكن ريو مره واحده بقى بيتفاجئ ان السحالي جايه في اتجاههم. وبالفعل بنشوف ان السحالي بيوصلوا المكان وبيقرروا ان هم ينقضوا عليهم، بس على مين؟ بنشوف ان ريو بيقدر ان هو يستدعي 4 رماح ثلجيه وبيخلص عليهم في ضربه واحده. وقابل بقى بيكون متفاجئ من اللي ريو بيكون قادر يعمله، ان هو بيكون قادر ينفذ 4 هجمات في نفس الوقت، وفوق كل ده كمان من غير عصايه سحريه. وريو بقى بيقول له معلم ما تكبرش الموضوع، يمكن خصائص سحر الميه مختلف تماما عن سحر الرياح اللي انت بتستعمله. وبعد كده بقى بيكملوا طريقهم، واول بقى ما قابل بيطلع عمله معدنيه ريو بقى بيكون مندهش منها لان ديت اول مره يشوفها. وقابل بقى بيبدا بقى يعرفوا ان العمله ديت بتكون مخصصه لمملكه نايتلي اللي موجود فيها مدينه لونا، وده غير ان كل اقليم بيصنع العمله الخاصه بيه وكلهم بيكونوا نفس القيمه. وبيبدا بقى يعرفوا ان في مملكتين تانيين، امبراطوريه ديهوهي وكمان فلوريد. وريو بقى اول ما بيسمع اسم ديهوبي
بيكون مستغرب فشخ لدرجه ان ابل بيحس ان هو ممكن يكون ليه مشكله معاهم، لكن ريو بيقول له لا يا عم مفيش الكلام ده، كل ما في الامر ان الاسم ده سخيف جدا. وبعد كده بقى بيكملوا طريقهم، واخيرا بنشوف ان هم بيقدروا يطلعوا من الغابات، واثناء ما بقى بيكونوا ماشيين في حاجه جنبهم بتبدا بقى ان تتحرك، ولكن ابل بياخد باله وبيقدر ان هو يخلص عليها فورا. وبيكتشفوا بقى ان هم بيكونوا واقعوا في حقل للغيلان الحجريه، وابل هنا بقى بيبدا ان هو يتكلم مع ريو وبيعرفوا ان هو ما يتحركش وان هو هيتعامل معاهم، وبيبدا بقى ان هو يهجم على اول واحد وبيقدر ان هو يخرمه، ولكن الغول ده بيقدر ان هو يجدد نفسه ولا كأن في اي حاجه حصلت. وعشان كده بنشوف ان ريو بيتدخل وبيقول له سيب لي الطلعه دي بقى يا معلم، وبيفاجئ ان هو بيقدر يصنع مكعب ثلج عملاق جدا وبينزل بيه على واحد من الغيلان بيجيب اجله. ولما بقى بيقربوا واحد منهم بيعرفوا ان الغول الحجر ده بيكون جواه حجر سحري كبير جدا، ده اللي بيستمد منه كل قوته. اما بقى بالنسبه لابل فهو بيكون مندهش من اللي حصل، لان ريو بيكون قدر ان هو يدغدغ كل الغيلان الحجريه بالمكعبات الثلجيه بتاعته. المهم بقى يا صديقي بيبداوا بقى ان هم يكملوا طريقهم لغايه ما مره واحده بيقابلوا واحد من وحوش البيهيموس اللي بتكون عملاقه جدا، وريو بقى بيكون حابب ان هو يروح يقاتله، ولكن ابل بيوقفه بيقول له اسكت يا ابن العبيطه، لان مفيش اي حد من البشر يقدر يعمل مع الوحوش ديت اي حاجه. وفجاه بنشوف ان في شويه وحوش بيكون جايين في اتجاه البيهيموس وشكلها كده هتولع، لكن مجرد ما بيبداوا ان هم يهجموا عليه بنشوف ان البيهيموس ده بيبدا بقى انه يصيح بصوت عالي، وبدون اي سابق انذار الوحوش ديت اللي كانت بتهجم عليه بتفقد قوتها وكلهم بيقعوا على الارض. وريو بقى بيبدا يشرح لابل ان المهاره اللي البيهيموس ده بيكون استعملها عندها القدره انها تلغي السحر، وان هو بيكون عارف الكلام ده من خلال المواجهه بتاعته مع النسر اخر مره، وان هو بيكون استعمل نفس المهاره. وفي نهايه اليوم بيقدروا ان هم يخيموا مع بعض، وابل بقى بيبدا ان هو يتكلم مع ريو وبيحكي له عن مدينه لونا وانه موجود فيها نقابه للمغامرين، وكمان بيكون موجود فيها دنجن، وده بقى بيخلي ريو ان هو بيكون متحمس جدا لان هو بيكون نفسه يدخل واحد من ساعه ما جه العالم ده، لان هو سمع ان الدنجن ده بيكون فيه كنوز وكمان حاجات كتير مستخبيه. المهم في تاني يوم بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا عند شويه جبال زي الفل، وريو بقى بيبدا ان هو يعرفوا ان هم مجرد ما يعدوا سلاسل الجبال ديت هيكونوا قدروا يوصلوا لاراضي البشر. وقابل بقى بيكون مندهش من ريو لان فعلا كل معلوماته وكل حاجه بيقولها بتكون صحيحه، وبيبدا بقى يساله هو انت جبت كل الكلام دي منين؟ وصاحبنا بقى بيبدا ان هو يتهرب من الاجابه لان هو ما ينفعش يجاوب ويعرفه ان هو بيكون متواصل مع التانيين وعرف منه كل الكلام دي. وبعد كده بقى بيتنيهم ماشيين وسط الجبال لغايه ما مره واحده بيتفاجئوا ان في نسر عملاق بيجي في اتجاههم، ومن هالته بس بيعرفوا ان هو بيكون كائن خطير جدا ومش هيعرفوا يعملوا معاه اي حاجه. وريو بيقدر ان هو يترجم الوضع وبيعرف بقى ان الكائن ده بيكون جاي وراهم عشان بيكون شم ريحه الرحمه، وبيقرر بقى ان هو يرميها له هو وقابل. ولما بقى بيطمنوا شويه بيكملوا طريقهم لغايه ما بيوصلوا لمكان فيه وحوش الوايفرون، وبيكونوا لسه بيصطادين وحش وعمالين ياكلوا في جثته. وهنا بقى ريو بيبدا بقى انه يقترح على ابل ان هم يستغلوا الفرصه ديت ويبداوا بقى ان هم يهجموا عليهم، لكن ابل بيكون رافض الكلام ده وبيعرفوا ان هم مش هيعرفوا يعملوا معاه اي حاجه، لانهم عشان يقدروا يصطادوا واحد من الوحوش ديت محتاجين على الاقل 20 مغامر مخضرم. وهنا بقى ريو بيجيله فكره وبيبدا بقى انه يقترح على ابل لو الوحوش ديت لسه موجوده على الارض هتقدر ان انت تخلص عليها ولا ايه الكلام؟ وبيقول له اكيد، لكن اللي انت بتقول عليه ده هيكون صعب حبتين. وما بيلحقش ان هو يخلص كلامه وبنشوف ان ريو بيكون اتدخل وقدر ان هو يثبت الوحوش ديت في الارض بالرماح الجليديه، وده بقى اللي بيخلي ابل ان هو بيكون متحمس وبيبدا بقى ان هو يتدخل وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. والموضوع ما بيقفش لحد هنا لان بيجي عليهم مجموعه كمان، بس المره ديت ابل بيكون متحمس للقتال على عكس كل مره، لدرجه ان هو بيحس ان الموضوع ده بيكون سهل جدا طول ما ريو بيكون موجود معاه. وبعد ما بيخلصوا بنشوف ان هم بقى بيكون في طريقهم لمدينه لونا، وقدروا ان هم يحصلوا على شويه احجار سحريه زي الفل. واخيرا بعد رحله طويله في الشمال بيقدروا ان هم يخرجوا من وسط سلاسل الجبال. وقابل بقى بيبدا بقى انه يسال ريو ان هو بيكون عنده معلومات جامده بوفتكه، وبيبدا بقى يساله هو احنا فين بالظبط يا معلم؟ وريو بقى بيقول له بص كده يا نجم، انا ما عنديش اي مشكله ان انا اكون في اي حته في الدنيا غير مملكه ديهوبي. هو بقى بيقول له اطمن يا حبيبي اطمن، المكان ده بعيد فشخ عن هنا اصلا، وبصراحه كده انا مش فاهم ليه انت بتكره المملكه ديت، هو انت ليك يا ابن عداوه معاهم؟ وبيقول له يا معلم ما تفهمش الموضوع غلط، انا اصلا مش طايق الاسم ده. بعد لحظات بيقدروا ان هم ياخدوا بالهم من طريق بيكون قدامهم بيربط الشرق بالغرب، وتقريبا كده قابل بيفهم حاجه كده معينه وبيبص للطريق، وبعد كده بقى بيبص للجبال وبيقول اكيد هي. وده بقى اللي بيخلي ريو ان هو بيكون مستغرب، بيبدا بقى يساله هو في حاجه بالظبط؟ وبيقول له لا مفيش اي حاجه، احنا لو سلكنا الطريق ده للغرب هنقدر ان احنا نوصل لمدينه كلادي. وريو بقى بيقول اخيرا يا اسطى هنقدر ان احنا ننام على السرير عدل. بيقول له هو ده بس اللي شد انتباهك، وانت ما تعرفش ان المدينه ديت مشهوره باكلاتها الجامده بفتيق ولا ايه الكلام؟ في نهايه اليوم بنشوف ان هم بيقدروا ان هم يوصلوا المدينه وبيكونوا في احد المطاعم، وقابل بقى بيبدا ان هو يتكلم مع ريو وبينصحه ان هو لازم يسجل نفسه في نقابه المغامرين، ان البطاقه اللي انت هتاخدها دي تقدر ان انت تستعملها في اي حته كاثبات هويه، ومن خلالها هتقدر ان انت تخش معظم الدول من غير ما تدفع رسوم الدخول اللي انا دفعتها لك واحنا داخلين. قابل له ثواني كده، هو انت تقصد ايه بالظبط؟ هو انت عندك خطه ان انت تخليني الخادم بتاعك عشان دفعت لي قطعه فضيه بحالها؟ قابل بقى بيقول له ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، انت من يومين بس انت انقذت حياتي، يعني مفيش الكلام دي طبعا. خلي بالك لان النقابه ديت فيها حاجات كتيره جدا، على سبيل المثال تقدر ان انت تبيع الحاجات السحريه اللي انت بتجمعها من الوحوش. بس هم بقى
بيكونوا قاعدين بيدردشوا مع بعض بنشوف ان الندله بتوصل عندهم وبتقطعهم، تحط بقى قدامهم الاكل، واول ما ريو بيشوفه بيكون في قمه الاندهاش ان الطبق اللي بيكون اتحط قدامه ده هو بيكون طبق الكاري. ما بيكونش مصدق نفسه، المفروض ان الطبق ده ان هو يوصل له بعد معاناه كبيره فشخ، لكن برضه لسه ما بيكونش مصدق نفسه ولازم ان هو يدوق. اما بقى بيبدا ان هو ياكل يا معلم بنشوف ان هو بيفتح على الرابع وحرفيا بيعمل موف اون على اي حاجه بتتحط قدامه من الكاري. ده بقى ان هو يتكلم مع ابل وبيقول له ثواني كده يا معلم، هي مدينه لونا فيها طبق الكاري ده كمان ولا ايه الكلام؟ بقى خلي بالك ده احنا مصحصحين هو بيو. بقول له اكيد طبعا يا معلم، الطبق ده اصلا موجود في اي حته. في تاني يوم بقى صديقي بنشوف ان هم بقى بيسيبوا المدينه ديت وبيقرروا بقى ان هم يروحوا في اتجاه مدينه لونا، واثناءهم بقى بيكونوا ماشيين مع بعض. ريو بقى بيبدا بقى يساله هو انت مخبي عني حاجه تانية ولا ايه الكلام؟ انت خبيت عني موضوع الكاري؟ لا لازما كده تعرفني كل انواع الحلويات اللي موجوده في المدينه. وقابل بقى بيقول ماشي يا بابا ماشي يا حبيبي بس بطل هبل الله يبارك لك. وبعد كده بيبداوا بقى ان هم يكملوا رحلتهم مع بعض، واثناءهم بقى بيكونوا ماشيين قابل بيبدا بقى انه يعرفوا على اي حاجه بتقابلهم في السكه، والرحله بتاعتهم ما بتطولش واخيرا بيقدروا ان هم يوصلوا على اعتاب مدينه لونا. دايما بتكون مشهوره بحقول القمح الجامده بفتيقه. مجرد ما بيقربوا من البوابه الحارس اللي بيكون قدامها ما بيكونش مصدق نفسه ان ابل بيكون رجع، بيبدا بقى انه ينهال عليه بالاسئله وبيقول له هو انت كنت فين يا معلم؟ الناس كلها فكرتك ان انت مت في اخر رحله بتاعتك. بيقول له انت فعلا عندك حق لان انا كنت فعلا ممكن افقد حياتي لولا ان ريو بيكون انقذني على اخر اللحظات. الحارس هنا بقى بيبدا ان هو يسلم على ريو وبيشكره بشكل كبير جدا، ومن الواضح ان ابل ليه كده معزه خاصه عندهم. المهم بنشوف ان ابل بقى بيطلع له كده عمله فضيه عشان يسمح لريو ان هو يخش معاه للمدينه، بس قبل ما بيسيبه ويمشي الحارس بقى بينصحه ان هو لازم يروح لنقابه المغامرين عشان كلهم بيكونوا قلقانين عليه. مجرد ما بيدخلوا بنشوف ان ابل بقى بيبدا ان هو يتكلم مع ريو وبيعرفوا ان هم اول حاجه يعملوها لازم يروحوا لنقابه المغامرين، طبعا عشان كمان يقدر ان هو يسجل نفسه في النقابه، وكان في حته واسطه كده ان هو يقدر يرفع له كده الرتبه بتاعته. بيبدا يعرفوا ان اي حد بيبدا بقى ان هو يسجل في النقابه بيبدا من ادنى رتبه، ولكن بسبب ان هو بيكون معاه هيتوسط له ويخليه ان هو يبدا من الرتبه جيم، طبعا في حاله واحده بس لو كان الشخص اللي بيتوسط لك عنده الرتبه بي او اعلى. اكيد طبعا يا معلم انت من الواضح ان قدراتك ديت ان انت اعلى من الرتبه دي اصلا. وبيقول له بقى كلامك مظبوط، وعلى فكره كل ما الرتبه بتاعتك بتكون عاليه تقدر ان انت تاخد مهمات خطيره اكتر، وكمان المكافآت بتاع المهمات دي بتكون اعلى، لكن على ما اظن ان انت مش هتحتاج تاخد مهمات لفتره كبيره لانك معاك شويه حاجات لو بعتها تقدر لك ان انت تعمل لك ثروه. اي نعم ان الحاجات ديت لو نزلت في السوق مره واحده ممكن انها تدمر الاسعار والدنيا تخرب، ولكن على ما اظن ان النقابه هتقدر انها تلم الدنيا. بعد شويه ماشي زي الفل بيقدروا ان هم يوصلوا لعند نقابه المغامرين، واول لما بيدخلوا موظفه الاستقبال بتقدر انها تتعرف عليه، وباقي المغامرين اول ما بيسمعوا اسم ابل بيكونوا مندهشين جدا، وفي اقل من لحظات كلهم بيبداوا ان هم يتلفوا حواليه. وريونا بقى بيتاكد ان ابل ده بيكون ليه شعبيه كبيره في نقابه المغامرين، وصاحبنا بقى لما بيحس ان مفيش اي حد بيكون مهتم بيه بيقرر بقى ان هو يخرج من النقابه ويبدا بقى ان هو يتمشى في المدينه شويه. واول بقى شخص بيقابله هي واحده من صنف الالف، والاثنين بقى بيبداوا ان هم يتبادلوا النظرات، والبنت ديت بتعرف ان اللبس اللي هو بيلبسه ده بيكون خاص بملك الجنيات، وتقول له المعنى ان ملك الجنيات يديك حاجه قيمه زي ديت فانت عملت حاجه عظيمه وجامده بفتيقه، وشكلك كده شخص مثير للاهتمام. ولكن هي بتكون مستعجله جدا وبتقرر بقى انها تسيبه وتخش لنقابه المغامرين على طول. واثناء ما صاحبنا بقى بيكون واقف محتار مش فاهم ايه اللي بيكون حصل ده، بنشوف ان ابل بيخرج من النقابه وبيكون عمال بيدور عليه، واول لما بيشوفه يقول خد تعالى هنا ولا الدنيا كلها عماله تسال عليك جوه. مجرد ما بيدخل كل الناس اللي موجودين جوه بيبداوا بقى ان هم يرحبوا بيه وبيشكروا ان هو بيكون انقذ ابل، وده بقى اللي بيخلي صاحبنا ان هو بيكون في قمه الانشكاح لان فعلا اول مره يحس بالاحساس اللي هو بيكون حاسس بيه دلوقتي. وبعد كده بنشوف ان ابل بياخد ريو وبيروح لموظفه الاستقبال عشان يتم تسجيله في النقابه، وبيبدا بقى انه ينصح الموظفه ان الرتبه الخاصه بريو تبدا من الرتبه جيم على طول، بقى اللي بيخلي الموظفه انها بتكون مندهشه لان ريو اول مره يعمل الكلام ده اصلا، وده غير ان هو بيكون عضو في فريق السيوف القرمزيه ومفيش ولا واحد فيهم بيكون حابب الموضوع ده اصلا، لكن ابل بيقاطعها وبيعرفها ان هو بيكون حابب ان هو يتكلم مع زعيم النقابه شخصيا، وبتقول له من الناحيه ديت لا تقلق، هو اصلا اول ما يعرف ان انت بتكون موجود فهو هيجي للنقابه جري. بعد كده بقى بتدخله غرفه هو ريو عشان يستنوا رئيس النقابه، وبعد لحظات بالفعل بنشوف ان هو بيوصل لعندهم. اول لما بيشوفه ما بيكونش مصدق نفسه لدرجه ان هو كان سيذرف من الدموع. بعد كده بقى بيبدا ان هو يعرف على ريو وان هو ده الساحر اللي بيكون انقذ حياته. بقى بالنسبه لرئيس النقابه ده يا معلم بيبدا بقى انه يعرف عن نفسه وبيكون اسمه هيو، بيبدا بقى انه يشكره، وصاحبنا بقى بيكون زهق من الكلام ده وبيقول له يا جدعان ما تشكروش انا عملت الواجب بس مش اكتر، كنت سيبه يعني يركب الشلاحه والكلام الوسخ دي. بقى بنشوف ان ابل بيبدا بقى انه يتكلم مع زعيم النقابه في موضوع الرتبه الخاصه بريو، وان هو بيكون عايز يبدا من الرتبه جيم على طول مش من ادنى رتبه. بس النقابه بيقول له مفيش اي مشكله، ولكن اهم حاجه دلوقتي اللي هو لازم يقدم لنا شويه اثباتات من الناحيه ديت يا اسطى لا تقلق، ولكن خلي بالك الواد ده نينجا وجامد بفتيقه، عرفت ان هو بيكون
اقوى مني انا شخصيا. وبيقول له يا عم ما تبالغش. بيقول له خد مني وما ترجعش ورايا، الواد ده جامد بفتيقه. اما بقى بيقعدوا مع بعض بيكر بقى انه يطلع له كل الاحجار السحريه اللي بيكون جمعوها طول الطريق. كل ما زعيم النقابه بيمسك واحد منهم بيعرف ان الاحجار دي بتكون خاصه بسحر الرياح، ولكن بالنسبه لحجمها ولونها اللي بيكون غامق زياده عن اللزوم اوعى يكون اللي في بالي هي ديت الاحجار الخاصه بوحوش الوايفرون. وابل بقى بيقول له مظبوط زي ما انت توقعت بالظبط. هو بيقول له يا عم ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، عشان تقدروا ان انت تجمعوا كميه الاحجار ديت انتوا محتاجين جيش بالكامل. لكن ابل بقى بيعرفوا ان هم بيكونوا قدروا ان هم يصطادوا الوحوش ديت عند جبال الشؤم. ورزاب النقابه بيقول له بص ما تجننيش، اللي بيخش الجبال ديت ما بيطلعش منها عايش اصلا. عايزين انتوا الاثنين تقنعوني ان انتوا جيتوا من هناك عايشين وجبتوا كل الاحجار ديت لوحدكم. ابل بقى بيقول له بقول لك ايه بطل هري، اظن ده دليل كافي ان ريو يبقى من الرتبه جيم على الاقل. بيقول له ما ابل يدي حيل، هو اكتر من كافي اصلا. واثناء ما بقى بيكونوا قاعدين بنشوف ان اصدقاء ابل بيطبوا فوق دماغهم، وبنبدا بقى ان احنا نتعرف عليهم. واول واحده بقى بيكون اسمها رين، اما بقى بالنسبه للثانيه بيكون اسمها ريوها. وكلهم بقى بيكونوا مبسوطين ان ابل بيكون رجع لهم من جديد. وبالنسبه بقى رئيس النقابه اول ما يحس ان الاجواء هتبدا انها تقلب لاجواء شاعريه بيقرر بقى انه ياخدها من قصرها وياخد ريو ويسجله في المكتب بتاعه كمغامر في قلب النقابه. وبيطلب بقى من الموظفه انها تروح تجيب له كل الاوراق المطلوبه وتجيله على المكتب على طول. اما بقى بالنسبه لريو فهو بيطلع وراه هو الاخر، ولكن قبل ما بيخرج بنشوف ان ابل بيوقفه بيقول له بص كده يا معلم انت خلص معاه وتجيله على طول عشان في كام حاجه كده عايز اوريها لك. ولما بقى بيوصل عند مكتب رئيس النقابه بيبدا بقى يعرفوا ان الفريق الخاص بريو هو بيكون السيف القرمزي، وبيعرفوا ان هو بيكون اقوى فريق مغامرين موجود في المملكه واشهر فريق ما بين كل الفرق. وبالنسبه لابل فانا عارفه بقى لي فتره كبيره وعارف ان هو بيكون موهوب جدا، وبما ان هو بيكون اعترف بيك فانا عارف ومتاكد ان انت هتطلع شخص موهوب زيه. وبعد لحظات بنشوف ان موظفه الاستقبال بتوصل لعندهم، ولما بقى بتقعد مع ريو بتبدا بقى انها تاخد منه المعلومات المطلوبه يعني سنه وكمان اسمه. ولما بقى بتساله هو بيكون ساكن فين بيعرف ان هو بيكون لسه جاي هنا طازه ولسه ما عندوش سكن معين. وبتقول له من الناحيه ديت لا تقلق انت من النهارده هتسكن في المسكن الخاص بنقابه المغامرين. وبتبدا بقى تعرفه على المهمات اللي هو ممكن ياخدها، وكمان في دنجن ممكن ان هو يدخله. ولكن طبعا قبل ما يدخل الدنجن ده فلازم ان هو ياخد دوره تمهيديه اللي هتبدا بعد يومين بالظبط. وبعد ما بيخلص كل الاوراق المطلوبه بنشوف انها بتحط قدامه الجهاز ده عشان يحط ايده ويقيس قوه السحريه بتاعته وكمان يعمل البطاقه الهويه الخاصه بيه. ولما بقى بيخرج من عنده بنشوف ان رئيس النقابه بيقرر انه يستعمل جهاز معين عشان ينشر خبر ان ابل بيكون رجع تاني للمدينه. بعد ما صاحبنا بقى بيخلص دنيته وبيكون على العال بيروح بقى ويقابل ابل، يعرف ان هو بيكون واخده عشان يشتري شويه هدوم وكمان ادوات سحريه بما ان هو بيكون ساحر ولغايه دلوقتي ما عندوش حظاظه سحريه. لكن ريو بيعرف ان هو بيقدر ان هو يستعمل السحر من غير اي عصيان سحريه، وفوق كل ده كمان لو احتاج ان هو يتقاتل من قريب فهو بيستعمل السيف بتاعه. ده بقى اللي بيخلي ابل ان هو بيكون متفاجئ لان هو لغايه دلوقتي ما شافوش بيستعمل السيف. يبدا بقى يساله هو السيف بتاعك فين ده لا مؤاخذه يا اسطى. فعلا ريو بيقرر ان هو يوري له السيف الخاص بيه، ولكن ابل بيكون مندهش لان السيف ده بيكون صغير جدا اشبه لسكينه مش سيف اصلا. ريو بقى بيقول لك يا صديقي ما فكك بقى من الكلام ده كله لان انا عندي اسئله كتير عايز ان انا اسالها لك. هنا بقى بيكتشف ان اليوم بيكون مكون هنا من 24 ساعه، اما بقى بالنسبه للشهر فهو بيكون مكون من 30 يوم والاسبوع كذلك بيكون مكون من 7 ايام. وصاحبنا بقى بيكون مندهش وبيبدا بقى يفكر ان هو ممكن يكون على كوكب الارض ولكن في عصر اخر، لكن بيجي له استنتاج وهو ده بيكون الارجح ان في حد من العالم بتاعه بيكون جه للعالم ده قبل زمن طويل وعمل تاثير كبير جدا. واثناء ما هم بقى بيكون غارق في التفكير بنشوف ان ابل بيطب فوق دماغه وبيكون اشترى له كل المعدات اللي هو بيكون عاوزها، بيقول له يلا بينا معلم عشان انت بتكون ضيف الشرف النهارده. واول ما بيوصلوا للنقابه بنشوف ان هم بيكونوا عاملين حفل وحرفيا يا صديقي بيبداوا ان هم يخربوها رقاريه افغاني وبص الدنيا بتكون خربانه. وبعد ما بتخلص الحفله بنشوف ان موظفه الاستقبال بتقرر انها تاخد ريو للمسكن الخاص بالنقابه وبتبدا تعرفه على الناس اللي هيقعد معاهم فتره من الزمن. وبعد شويه بنشوف ان في واحد جديد بيخش عليهم معلم وبنعرف بقى ان هو بيكون عنده 16 سنه، اما بقى بالنسبه لاسمه والله ما انا فاكره. المهم بقى بنسيبه دلوقتي وبنرجع بقى تاني عند ابل. الفريق بقى بتاعه بيكون مندهش ومش مصدق المهارات اللي هو بيتكلم عليها ان ريو فعلا بيمتلكها، لان مفيش ساحر جليد قبل كده بيكون عنده القدره ان هو يعمل جدار جليدي غير ان هو يكون رفيع جدا. بقى بالنسبه لان هو يعمل مكعب عملاق فشخ ده عشان يخلص بقى على وحوش الجوبلين ده حاجه اشبه بالمستحيلات. لكن ابل بيبدا بقى ياكد لهم ان فعلا كل الكلام ده صحيح، وده بقى اللي بيخليهم ان هم يفتكروا اسطوره قديمه عن شخص كان بيستعمل سحر النار، كان عنده قوه جامده بفتقه لدرجه ان هو كان يقدر يمسح مدن بالكامل بتعويذه واحده. ده بقى اللي بيخليهم ان هم بيكونوا متخوفين لا يقلب عليهم في يوم من الايام وينضم للامبراطوريه والدنيا حرفيا هتخرب فوق دماغهم. ابل بيقول لهم من الناحيه ديت يا اسطى لا تقلق لانه اصلا مش طايقهم. وطبعا انتوا عارفين السبب ان ريو ما بيكونش طايق الامبراطوريه ديت بسبب اسمها السخيف. وبكده بقى يا صديقي نكون لخصت لكم اول 3 حلقات بتكون نزلت من حكايه ريو. خليك بقى جاهز كده على الزل سبارتاو كل يوم بقى فيديو، كل يوم فيديو بقى، وهنرجع تاني نكسر الدنيا بالانميات الموسميه. وعايز جيش سبارتا روما العظيم يبدا بقى ان هو ينتشر ويتجمع من كل انحاء المنطقه والحقائق العالم، عايزين نخرب الدنيا ولي. وبس كده صديقي كان معاك قائد جيش سبارتا روما العظيم مصطفى سعيد، وبس كده سلام.